بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الرضا على عيونكم يا حبايب قلبي. هنعمل ايه مع بعض النهاردة؟ هنعمل أحلى صينية سمك جميلة جدا 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 جدا. هنعملها ازاي؟ انا كنت طبعا هنا بقول لكم هعملها في الطاجن ده سمكة اسمها مبروك يا حبايبي. مش عارفة انتوا بتقولوا عليها ايه عندكم، بس سمكة في منتهى الجمال، حلوة جدا جدا جدا. كده كنت انا بقول لكم عليها، بوريها لكم من قريب. ما شاء الله كان الطعم تحفة، طعم كان حكاية. طبعا انا عملت البصلة في الكبة زي ما انا بصراحة كنت اتكلمت عليه، بس انا دخل عليا بقى يا حفيدي، ف هدوشكوا بيه. قلت لا اظبطه بقى بالليل، بظبطه كده بقى بالليل. ما شاء الله الطعم كان حكاية. المهم عملت البصلة بقى في الكبة، بس بصراحة عايزة تاكل صينية سمك، البصلة تخرطها بالسكينة افضل، لان بتبقى حلوة افضل من الكبة بكتير. تمام. هنعمل ايه بقى؟ نزلنا كده البصلة على بصل، فلفل رومي، 1 سبايسي، فصين توم، ده كله ضربته في الكبة. هنحط بقى التوابل بتاعتنا. طبعا السمك يبقى كمون وما شاء الله كزبرة ناشفة وشطة، ما شاء الله حلوة جدا. دي طبعا التوابل اللي انا كنت عملتها معاكم قبل كده. عايزة اقول لكم طعمها حكاية. طبعا حطيت مكعبين ماجي، مش حابة تحطي ماجي تمام ما تحطيش. حطيت التوابل وحطيت الماجي. طبعا التكة الحلوة بقى ان لازم البصلة دي بقى تدعكها بايدك جامد جامد جامد، لازم تنزل المية في ايدك وانت بتدعكها كده. تمام. هنرجع تاني نحط السمك بقى في التتبيلة دي، والطماطم طبعا كنت عملتها في الكبة مكان البصلة. عندك صلصة موجودة تمام. ده كده كنت بوريكم الماجي، مش حابة تحطي ماجي تمام حطي ملح. هي بصراحة يعني الماجي يعني بتدي قيمة غذائية عالية شوية، انتوا عارفين الماجي فيها توابل. ما شاء الله ما شاء الله حلوة جدا، والطعم كان حكاية. طبعا هنحط السمكة كده في التتبيلة دي. وهنحط الطماطم عليها. انا طبعا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو خالص يا حبايبي. يلا يا حبايب قلبي، اللي ما عملش اشتراك يعمل اللايك الجميل. وكنت عايزة اقول لكم حاجة تاني. الناس اللي هي بتتكلم على الزمن وعلى اليوم وعده، اقول لكم حاجة بيقولوا ايه؟ يعيب زماننا والعيب فينا، ما لزماننا عيب سوانا. والله يا حبايب قلبي، لان فعلا العيب مش في الزمن ولا في اليوم، العيب في البني ادم. هتقولي لي ليه بتقولي كده يا ام احمد؟ هقول لكم لان ناس كنت حاطه فيها ثقه كبيره وكنت كويسه معاهم، فبصراحه طلعوا مش تمام. فمن فضل ربنا عليا الحمد لله الحمد لله والشكر لله. ده فضل من ربنا كبير جدا يا حبايبي، ده ان بيبين لي حقيقة البني ادم لما يبقى مش كويس. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديني انذار كده في اي حاجة، اي موقف بيحصل، بس ستوب خلاص ابعد عن البني ادم ده. يعني الحمد لله من فضل ربنا عليا. دعا امي ليا ودعا ابويا الله يرحمه طبعا. فمش اي حد تصاحبوه، مش اي حد تقربوا منه. ماشي يا حبايبي، ربنا يا رب يحفظكم، يا رب يحفظ لكم ولادكم. كده السمك طبعا هحطه كده كنت عملت الطماطم. احنا سيبنا صينية السمك ودخلنا في الزمن وفي الايام الحلوة اللي احنا بنعيشها. فكده هنحط السمك بقى. يا رب الفيديو يتظبط من اول مرة النهاردة، لان انا بتعب لما بظبطه بالليل. فاللهم صل على حضرة النبي. اللايك الجميل يا حبيبي. كده هنحط بقى في التتبيلة طبعا، وبعد ما نرصه كله كده هنحط شوية زيت صغيرين خالص على الوش كده.
انا كنت بصراحه، كان ابو احمد جابها لي قبل كده، كانت سمينه جدا. النهارده لا، ما كانتش سمينه خالص. يعني بنحاول نخفف الزيوت لانه الزيوت مش صحيه برضو، بس انا ايه، بيبقى فيها بتبقى سمينه. النهارده لا، ما كانتش سمينه، كانت سمكه عاديه خالص بصراحه، فحبيت اقول لكم برضو. بقول حتى السمك يا جماعه، حتى السمك اللي في الميه حصل له ايه؟ هو كمان شكله زعلان ولا ايه؟ مش عارفه. المهم، في بتوتة بنتي حبيبة قلبي مها، ألف 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 مليون سلامة عليكي يا حبيبة قلبي. دي بتوتة حبيبتي، عندها قناة هي كمان، بس تعبانة شوية. أطلب منكم كلكم تدعوا لها، ربنا يكملك على خير يا حبيبة قلبي، وأمك بألف مليون سلامة. مامتها بتقول لي يا أم أحمد هي بتحبك جدا، ادعي لها. طبعا ادعي لها، هي بنتي فعلا. لان بصراحه انا حاساها والله، لو اعرف ان انتوا جنبي في اي مكان. انا عايشه في القاهره، يعتبر في فيصل. لو انتوا قريبه مني والله اجي ازورها، لان بصراحه انا حبيتكم من كلامكم الجميل. يا رب يحبب فينا عباده يا رب، ويخليها لك يا حبيبه قلبي، ويطمن قلبك عليها، ويكمل لها على خير يا رب. بالله عليك بطمنينا عليها، ربنا يطمنك عليها يا حبيبة قلبي يا رب، ويكمل لها على خير هي واللي زيها يا رب العالمين. كده طبعا كنت خلصت يا حبايبي، حطيتها على البوتاجاز، خدت غلوة كده. وكنت طبعا مشغلة الفرن شواية ومن تحت. دخلتها على طول ما شاء الله، ما اخرتش معايا. كان الوقت ضيق عشان كنت صايمة كده، كانت طالعة. انا كنت عايزاكم تسمعوا الصوت بتاعها طالعة من الفرن. شوف الصوت، شوف عامله ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، تحفه، وطعمها حكايه ما شاء الله. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم يا حبايب قلبي، ويا رب حاجتي تعجبكم، واللايك الجميل، الكومنت، اللي ما عملش اشتراك يعمل يا حبايبي. واسيبكم في رعايه الله وامنه كده. ايه، هسيب الفيديو مع نفسه بقى يكمل مع نفسه كده، ومستنيه كلامكم الجميل ليا، وتعليقاتكم الجميله يا حبايب. في رعايه الله يا حبايب قلبي.